السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم الإخبارية. نتابع معكم اليوم تطورات حالة جوية استثنائية شهدتها الجزائر خلال الساعات الماضية. وقبل أن نبدأ نود أن نسألكم: هل شعرتم بقوة الرياح في ولايتكم؟ وهل سجلتم أضرارا أو انقطاعات في الكهرباء أو سقوط للأشجار؟ اكتبوا لنا في التعليقات اسم الولاية وكيف كانت الأجواء لديكم. أعلنت السلطات في الجزائر توقيف الدراسة في عدد واسع من المؤسسات التربوية وتعليق أغلب الرحلات الجوية، إلى جانب توقيف عدد من النشاطات الرياضية، وذلك على خلفية هبوب رياح عاتية بلغت سرعتها في بعض المناطق 120 كيلومترا في الساعة. وتأتي هذه القرارات ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى حماية المواطنين والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن شدة الرياح، خاصة في المناطق المفتوحة والساحلية. وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أصدر مساء الثلاثاء بلاغا رسميا حذر فيه من اضطراب جوي يتمثل في هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية بلوغها ذروة تتراوح بين 100 و 120 كيلومترا في الساعة على شكل هبات في بعض المناطق ولا سيما الولايات الساحلية. وبناء على ذلك قررت قطاعات التربية الوطنية والتضامن الوطني والشؤون الدينية تعليق الدراسة على مستوى المؤسسات التابعة لها، بما يشمل المدارس في الأطوار التعليمية الثلاثة ودور الحضانة والمدارس القرآنية ومؤسسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يطبق القرار عبر 44 ولاية من أصل 69 وفق ما ورد في البلاغات المتفرقة. ومن جهتها أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية تعليق عدد من الرحلات الجوية تحسبا لأي خطر قد يهدد سلامة المسافرين وأطقم الطيران. وفي السياق ذاته أصدرت مصالح ولائية في عدد من المناطق قرارات بغلق المتنزهات العمومية ولا سيما تلك المطلة على السواحل، إضافة إلى غلق الغابات والمساحات الخضراء، وذلك تفاديا لوقوع حوادث محتملة بسبب سقوط الأشجار أو تطاير الأجسام الثقيلة نتيجة قوة الرياح. وفي تصريح يوضح أبعاد هذه الحالة الجوية، بين المختص في الأرصاد الجوية رابح قاضي أن اتجاه الرياح سيكون غربيا إلى جنوبي غربي بسرعة تتراوح بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة، وقد تتجاوز أحيانا 90 كيلومترا في الساعة، لتصل في بعض الهبات إلى ما بين 100 و 120 كيلومترا في الساعة. وأكد أن الفترة التي ستشهد اشتدادا أكبر خاصة في الولايات الساحلية ستكون يوم الأربعاء ما بين الساعة 14 والساعة 19 مساء، مشيرا إلى أن هذه الرياح ستستمر إلى غاية يوم الخميس على الساعة 12 ظهرا. أما عن الأسباب فأوضح المتحدث أن مصدر هذا الاضطراب يعود إلى ضغط جوي منخفض يتمركز في الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط بين السواحل الإسبانية والسواحل المغربية، وهو ما يؤدي إلى تشكل تيارات هوائية قوية. وأضاف أن هذا الانخفاض الجوي سيكون متبوعا باضطراب آخر قادم من المناطق الغربية قد يصاحبه تساقط أمطار عادية في البداية، ثم رياح قوية خاصة على السواحل مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة نتيجة تشكل تيارات جنوبية غربية. وفي ظل هذه التطورات رفعت الجهات المختصة درجة الحيطة، ودعت المواطنين إلى تجنب التنقل غير الضروري والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية والواجهات الزجاجية والأماكن المفتوحة خصوصا خلال ساعات الذروة. كما شددت مصالح الحماية المدنية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، لا سيما على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة بسبب احتمال تطاير الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية. والآن نعود إليكم. هل توقفت الدراسة فعلا في ولايتكم؟ وهل لاحظتم تأثيرات مباشرة على حياتكم اليومية؟ شاركونا تفاصيل ما حدث معكم في التعليقات، وسنوافيكم بكل جديد فور صدور تحديثات رسمية.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.